دي أول حلقة من سلسلة الصالحين، وهنتكلم في الحلقة دي على أروع قصة حب عرفها التاريخ. قصة الحب اللي كانت بين السيدة زينب رضي الله عنها وأبا العاص. أبا العاص راح قبل البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أفعل حتى أستأذنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة زينب وقال لها: إن ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فالسيدة زينب ابتسمت واحمر وجهها، وبكده أتموا الزواج ما بين السيدة زينب وأبو العاص. الكلام ده قبل البعثة، وخلفوا علي وأمامة. بعدين أبو العاص كان تاجر وكان بيسافر علشان تجارته، وبعد كده لما رجع اكتشف إنه في دين جديد الناس عمالة تتكلم عليه، فدخل للسيدة زينب. فلما دخل عليها قالت له: عندي لك خبر عظيم. فسابها أبو العاص وبعد عنها. راحت قالت له: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. قالها أبو العاص وقال لها: هلا أخبرتني أولا؟ فالسيدة زينب قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي. فبصلها أبو العاص وقال لها: أما أنا أكره أن يقول خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أبوك بمتهم. بصلها وقال لها: هل عذرتي؟ فالسيدة زينب ردت عليه وقالت له: من يعذر إن لم أعذر أنا؟ قالت له: ولكن أنا زوجتك، أعينك على الحق حتى تقدر عليه. فضل أبو العاص على الكفر بتاعه لحد ما جه وقت الهجرة. فراحت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه إنها تفضل مع زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ابقي مع زوجك وأولاده. لحد بقى ما جت غزوة بدر. الحاجة اللي كانت قلقانة منها جدا السيدة زينب إنها تحصل في وقت إن يكون أبوها وزوجها بيقاتلوا مع بعض في نفس الوقت، وإنه قد إيه صعب جدا على الست إنها تشوف مشاكل عادية بين أبوها وزوجها، ولكن دي اتحطت في موقف إنها تشوف أبوها وزوجها بيقاتلوا بعض. كان الخوف شديد جدا على السيدة زينب. المفاجأة الكبرى مش بس فوز المسلمين في غزوة بدر، ولكن من ضمن الأسرى كان أبو العاص. فراحوا للسيدة زينب وقالوا لها إنه لازم تفدي أبو العاص بحاجة من عندك علشان تعتقي رقبته. فقلعت العقد بتاعها، وده مش أي عقد، الهدية اللي ادتها لها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعتته معاهم علشان يكون فدية لأبو العاص. لما جت الفدية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الفدية ويعتق الرقاب، يعني كل فدية يعتق عليها رقبة، كل فدية. وبعدين شاف العقد بتاع السيدة خديجة، شك ان العقد ده عقد السيدة خديجة، فقال: يا جماعة العقد ده فدية لمين؟ فقالوا له ان هو لأبو العاص. عرف ان ده عقد السيدة خديجة، فقعد يشم في العقد ويقبله. قال لهم: انتوا عارفين العقد ده لمين؟ فقالوا له: لمين يا رسول الله؟ قال لهم: العقد ده لخديجة. وكان بيشم وبيقبله شوقا للسيدة خديجة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي لما شاف العقد، فقام وقال للناس: يا جماعة ده جوز بنتي، فهلا فككتم أسرى؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم مع أبو العاص كمان مرة في الدين. فأبو العاص تولى عنه وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين كافر ومسلمة، هلا رددت إلي ابنتي؟ فقال له أبو العاص: نعم. خرجت زينب على أبواب مكة علشان تستقبل أبو العاص، ولما قابلها أبو العاص فرحت قال لها: أنا ماشي. قالت له: رايح فين؟ قال لها: أنت اللي هتمشي. فقالت له: ليه؟ قال لها: أنت هترجعي لأبوكي عشان التفرقة بيني وبينك. ففي اللحظة دي السيدة زينب قالت له: هلا أسلم؟ ينفع تسلم وترجع معايا؟ طب ممكن تسلم عشاني؟ طب ممكن تفضل معايا؟ أنا لسه عايزاك. وفي اللحظة دي رجعت السيدة زينب على المدينة وكان معاها أولادها. فبدأ الخطاب يتقدموا للسيدة زينب، وهي كانت رافضة وكانت لسه على أمل إنها ترجع لأبو العاص. وبعد 6 سنين راح كان في قافلة أبو العاص وكان معاه مال أهل مكة، أخذوا منه المال، وده كان رد حق كان المفروض حاصل قبل كده مع المسلمين وكان متاخد مالهم. فعلشان كده هرب منه، قابل مجموعة من الصحابة سألهم على بيت زينب وراح للسيدة زينب هاربا. خبط على بابها وكانت في وقت الفجر. فالسيدة زينب لما شافته فرحت جدا وقالت له: هل جئت مسلمة؟ قال: بلى.
جئت هاربا. فقالت له مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أم بالمسلمين في صلاة الفجر، في صوت كده جاي من آخر المسجد بيقول قد أجرت أبا العاص، قد أجرت أبا العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص فلقيها زينب وقالت له يا رسول الله، إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الناس وقال إن هذا الرجل صهري، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، فإن أنتم قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده هذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر لكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقالوا يا رسول الله نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا زينب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت زينب وقال لها أكرمي مثواه، إنه ابن خالتك وأبو أولادك، ولكن لا يقربنك يا زينب، إنه لا يحل لك. فقالت نعم يا رسول الله. ففي اللحظة دي دخلت السيدة زينب على أبو العاص وقالت له يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ هل لك أن تسلم وتبقى معنا؟ رجاضي احنا هينين عليك قوي كده يا أبا العاص، ممكن تفضل معنا؟ ينفع تفضل موجود مع ولادك؟ طب أنا هين عليك. قد إيه الحب والتضحية اللي عملتها السيدة زينب ل6 سنين كاملة قاعدة مستنية أبا العاص على أمل إنه هو يرجع، ولما رجع هربان مش علشانها او عشان ولادها، ولسه بتحاول انه يفضل موجود. قد ايه بتحب. صعب على الشخص انه يكون حبيبك قدامك وهو زوجك، بس عشان الدين اتفرق ما بينكم وانت مش قادر تضم ولو للحظة، وانت شايفه قدامك ومش قادر وعمال تقول له عشان خاطري خليك موجود. فقال لها ابو العاص لا، فاخد المال بتاعه ورجع على مكة، ادى للناس فلوسهم وقال لهم فلوسكم كلها تمام، اكشفوا بس وشوفوا. فقالوا له كل الفلوس موجودة. ففي اللحظة دي ابو العاص قال لهم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع أبو العاص على المدينة وتوجه على المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أجرتني بالأمس واليوم جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في اللحظة دي أبو العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بيت زينب وقال لها يا زينب إن ابن خالتك جاء لي اليوم ليستأذنني أن أراجعك، تقبلين؟ فالسيدة زينب ابتسمت واحمر وجهها. بس بعد الوقعة دي بالسنة بالضبط ماتت زينب. فأبو العاص بكى بكاء شديد جدا لحد ما الناس شافوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو زينب. راح لأبو العاص بيمسح دمه وبيطبطب عليه. فأبو العاص قال له والله يا رسول الله ما أطيق الدنيا بغير زينب. وبعد سنة بالضبط مات أبو العاص علشان يروح لزينب. من أروع قصص الحب اللي أنا سمعتها في حياتي، وما اعتقدش ان في اروع من كده وفاء وحب واخلاص بكل ما تعني الكلمة من كلمة. كمية الوفاء والحب اللي بين السيدة زينب وابو العاص قد ايه كبيرة، قد ايه بنتعلم من القصة دي كمية حب ووفاء غير طبيعي. رزقني الله واياكم حب مثل حب ابو العاص وزينب. قد ايه الست ممكن تكون مضحية في لحظة ما وتستنى سنين عمرها كله علشان شخص واحد بس هي حبته من كل قلبها. الشخص ده شبه مستحيل تعرف تتجمع بيه تاني. وقد ايه فضلت تحاول وتسابر على قد ما تقدر عشان يفضل موجود في حياتها. هو ده الحب الحقيقي اللي ممكن نتكلم عنه في وقت من الأوقات، مش الحاجات اللي احنا بنشوفها اغلبيتها مزيفة موجودة على السوشيال ميديا. قصة النهاردة خلصت، وان شاء الله كل اسبوع هيكون في حلقة على الاقل من سلسلة الصالحين، وهتقدروا توصلوا للسلسلة كاملة. هجمع كل الحاجات دي مع بعض وهتوصلوا لها في القناة عن طريق ان انتوا تدخلوا على قوائم التشغيل، هتلاقوا كل حاجة متجمعة مع بعض. وبس كده، دمتم بخير، اشوفكم في قصة جديدة. سلام.